صوت من واحد المعبرين. شوفي حنا بشر، يعني أنا أول ما طلعت في البثوث قلت لا تقدسون شخصية فارس التفسير فإنني بشر أصيب وأخطي، وأقول له أحسن الظن فيه. فين تكلمت يا أخي؟ جالس أقول لها أحسن الظن. قد يكون وصله الأخ هذا معرفة أصلا، هو شيخ ما هو شيخ. جاني موقف والله تألمت فيه، تألمت ألم شديد والله العظيم يا شيخ أنني بريئة، وأني أقول لك في هذا الكلام أنني بريئة مما اتهمني فيه. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك بالجنة ونعيمها يا رب العالمين، يفرح قلبك ويثبتك يا رب العالمين. اللهم آمين. يبارك في علمك وعملك يا رب العالمين. آمين. ومن يقول جزاك الله خير. أنا شفت في المنام سبحان الله قبل أمس، لا إله إلا الله، أو أمس شفت سبحان الله كني دخلت سوق قلت بغير ملابس بنتي عمرها 4 سنوات اسمها رهف، معي بلوزة وبنطلون أبيض، ورحت أبغى حاسب، قالت لي الحرمة تعالي. مشيت معاها إلا ولا ابني ركبت سيارة، قدني في سيارة فيها رجلين وامرأة أو امرأتين، ولا يبغى تمشي السيارة بسرعة وكان الدنيا ليل، إلا ويقول لي الله يعني يمشي بسرعة وأنا أبكي في السيارة وأقول أبغى عيالي وأصيح في السيارة. قال لي الرجال هو ماشي في الطريق مسرع مرة السيارة، اللي يسوق لابس ثوب أبيض وشكله زين وغترة بيضة وكل شيء، قال لا نبغى نزوجك بالنايب ونريك مزارع محمد بن سلمان. ليش؟ مزارع نبغى نزوجك بالنايب ونريك مزارع محمد بن سلمان. يقولون لك إن نزوجك بإيش؟ بالنايب. إيش النايب؟ ما أدري، قال لي كذا، قال لي في المنام نزوجك بالنايب. أيوة. مزارع ونوريكي مزارع محمد بن سلمان. طيب. وبعدين عاد الكلام لي مرة ثانية، وهو يتكلم معي، تحول المكان من ليل إلى نهار الطريق يعني. وانتهى المنام طويل العمر. شوفي أنت قلتي هنا أغير ملابسي، أنت متزوجة صح؟ أيوة يا أبوي. لا مو ملابسي، أنا ملابس بنتي رهف. تغيري ملابس بنتك؟ أيوة أبغى أشتري لها ملابس ثانية. ممتاز. أنت تبحثين عن حمل بولد؟ أي والله يطول عمرك ويفرح قلبك. يعني تبغين ولد؟ اي والله نفسي الله يوفقك ان شاء الله. لأنه قلتي يغير الملابس هنا هذه بنت تبغين تحملين بولد. طيب أنا والله أقول لك بصراحة لبي اسمعيني، الذي يظهر لي هنا في رمز هنا ذكرتيه إنك أنت في السوق. أي طويل عمرك. صح ولا لا؟ هل قالوا لك إن عندك مشكلة في نقص شيء معين؟ عشان الحمل يعني؟ إيه. هل أو زوجك؟ لا ما يعني أنا أراجع وصار لي بعض الإشكاليات، يعني صار لي نزيف، صار لي الحين في زي الفتاق بسيط في المكان العملية بس. أيوة بس أنت الذي يظهر لي إن صدقت هذه الرؤية، لأنه قلت أنت السوق. أيوة. هذا الدليل أنه أنت عندك نقص. هل عندك نقص حديد؟ هل عندك نقص معادن؟ هل عندك نقص في شيء عندك ناقص؟ نعم. بس أبشر. نعم. لا أنت يعني هذا أنا لست طبيبا ولست أتكلم عن الرؤية. في عندك نقص صراحة، حتى أكون معك صادق. ما فهمت إيش معنى رمز النائب أو إيش المقصود بالنائب، لكن وجود هنا محمد بن سلمان الذي المزارع. ونوريك نزوجك ونوريك مزارع محمد بن سلمان. نعم. الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم قد تحتاجين صدقة هذه الرؤية، قد يكون هذا الجانب يخص زوجك. لازم يستخدم شيء، هو يسوي فحوصات للحيوانات المنوية أو شيء. لا ما أدري والله، بس إنه هو ما له رغبة في صراحة إنه يجيب عيال، بس أنا لي رغبة كبيرة يعني. الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم صدقة هذه الرؤية قد يكون لها. ما أحيانا يقولون لنا في الطبيا نبغى منك نسوي مزرعة دم أو مزرعة مدري كيف، صح ولا لا؟ أي صحيح. نربط الرموز في بعضها، قد يكون هذه لها علاقة بزوجك والله أعلى وأعلم. وسوي أنت لك بعض الفحوصات، وأسأل الله بمنه وجوده وكرمه أن يرزقك الذرية الصالحة الناصحة عاجلا يا رب. الله يا رب. يعني في بشرى إن شاء الله يا طويل. في بشرى، بس ابدري. شوفي دائما احنا قلنا لكم حاجة، حتى قاعدة عند أهل الشريعة: بذل السبب يحتاج إيش؟ عفوا سؤال الطلب لا بد له من إيش؟ بذل السبب. أحسنتي. فهموا هذه القواعد. إذا أنت تريدين شيء لا بد أنك تبذلين الأسباب، وأبشري بالخير يا رب. الله يسمع منك. طيب له علاقة بالترقية يا شيخ أو زي كذا يا أبوي؟ ما ظهر لي. أيوه. الله يفرح قلبك، الله يجبر بخاطرك ويسر أمورك. شكرا يا شيخنا الكريم، شكرا.
شيخ رأيت رؤيا طال عمرك اليوم بعد الفجر. الرؤيا هذه اني شو اسمه عندنا عمالة ايوه تسمعني يا شيخ؟ ايوه عندكم عمالة. ايه قاعدين عمالة شغالين نجارين يعدلون على شو اسمه في البيبان او زي كذا، وان العمالة هذه اعرفهم في الطبيعة. وشوي طال عمرك رحت للمطعم وجبتنا شو اسمه تيس كامل، والتيس هذا جبتنا يوم جت واحدة من خواتي فرفعت جبتنا التيس وجبتنا رز ثاني معه لحم مقطع، فرفعت الصحن اللي فيه التيس المقطع وكبته، وقلت أنا ليش تكبينه؟ كنت الرز جديد وزي كذا. رحت أنا رجعت الرز ورجعت اللحم، وطلع لي ما بالتيس اللي أنا جايبه، طلع لي قعود وفقارة القعود، ظهر القعود كامل. وشوي قلت بنت أمي يعني تعشي يا يمه. لو واحد من إخواني يتعشى قال هذا التيس ما يتفتح يا خليفة، التيس يتقطع. يعني كنه ناقد علي أو أنه مستغرب، يعني التيس ما ينحط مفتح، فهو ينحط مقطع. وانتهت الرؤيا. والله شوف الذي يظهر لي هنا إن صدقت هذه الرؤيا. زوجتك تعمل، عفوا أختك تعمل؟ لا أختي لا ما تعمل. وليس عندها، وليست متزوجة؟ لا كل خواتي الحمد لله متزوجات. شوف الذي يظهر لي إما أختك هذه بتترك أمر أو أنت تترك شيء. في أحدكما يخص له علاقة بالرزق هنا، لأنها كبت. الكب هنا الترك، هذا رزق. لكن الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم، لأنه كنت تقول كبت إيش وجبت أنا قعود وكان تيس، فالذي يظهر لي هذا له علاقة برزق. أما يعني طبعا أحيانا إذا هي غير موظفة خلاص تصرف لمن؟ أحسنت. إما أنه يترك زوجها أمرا يخص له علاقة بالرزق، أو أنك أنت تترك شيء وتستبدله بإيش؟ بما هو أفضل. هذا الذي ظهر لي. الكب هنا خاصة أنا قلتها عمالة، هذا له علاقة بعمل، بتجارة. قد يكون أيضا يترك عمله ويذهب، لأن قلت أنت نجار، فهذا ترك واستبدال. طبعا استبدال بخير، والله أعلم وأعلم. يلا روح طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا رأيت في مكان ما أعرف يعني هي مناسبة هي كذا ما أدري، بس شفت أختي كأن عندها بنت ورفعتها، بنت هذا اللحم في الحقيقة كان رفعتها وتقول عمرها 7 شهور وكم من يوم كذا. وشفت في واحدة على الطاولة بنت عمتي مع بنتها، وكانها بنتها جايبة بنت، والبنت اللي جايبتها مخططة مبسامها صغير كانها تشبه أمها نفس الملامح، وشعرها كثيف أسود وربطتها كذا، وتقول عمر بنتي 4 شهور تقول كذا. وكان أنا طالع أقول ملامح سبحان الله نفس الملامح، دقة الخشم والمبسم. وانتهت الرؤيا. كان زيت على طاولة طعام أو طاولة، يعني طاولة وهم واقفين على الكرسي، يعني واقفة عند الكرسي بس، وانتهت الرؤيا. أنت في شيء ناقص في الرؤية؟ بس هذا اللي أتذكره يا شيخ. يعني أنت تحسين الرؤية كانت طويلة ونسيتي فقرات من الرؤية؟ لا هذا اللي أتذكرها، بس إني أنا كنت مشهد يعني إني واقفة أطالع كذا، عرفت؟ عيد الرؤية، لأني أحس إن الرؤية في شيء ناقص منها سبحان الله. عيد الرؤية مرة. حلمت أنا في مكان كأن في طاولة كبيرة، عرفت فيه كراسي، وكأني أنا دخلت وأختي عندها بنتها اللي عمرها الحين يمكن 6 شهور، رافعتها وتقول هذه بنتي عمرها 7 شهور وشوي. وكأن شفت بنت عمتي يعني قايمين من الطاولة، شفت قامت من الكرسي وجابها وبنتها كان عندها بنت صغيرة عمرها 4 شهور ورفعتها وتقول هذه بنتي 4 شهور، والبنت لابسة فستان، والبنت صغيرة مدقق يعني خشمها طويل مبسامها صغير تشبه أمها كأنها، ولا لاحظت أن شعرها أسود كثيف وناعم، وأمها نفس الشيء أسود وناعم. وهذا اللي أتذكره، بس شفتهم واقفة يعني وهي واقفة. طيب أختك هذه طبعا بنتها باقي صغيرة عمرها 7 شهور صح؟ بنتها عمرها في الحقيقة 6 شهور، بس في الحلم قالت 7 شهور وشوي.
طيب هل أختك صراحة هذه عندها مشكلة في العظام أو احتمال تسوي شيء في العظام أو حاجة؟ لا، بس أسنانها عندها مشكلة في الأسنان. تبغى تسوي زراعة، يعني زراعة في نفس العظم أو شيء؟ يبلها تقريبا تصليح أو شيء، يعني عندها مشاكل في الأسنان بس بالضبط ما أدري، بس قالوا إنهم بيشتغلون عليها وبيلبسونها تلبيس تقول. ما أظنها تلبيس. شوفي الرؤية إن صدقت وأصبت العلم عند لها علاقة. أنا ودي إنك تسألينها. أو أنت عندك مشكلة في العظام؟ لا أنا الحمد لله، بس خلاص. أنا عندي رحى يبي لها أقشعها وتكون فيه زرعة واحدة. تزرعين شيء؟ يعني رحى يبي لي أزرعها يعني، بس أنا خايف لأن إحنا مطول عليها، ما قشعت وزرعت، خايفة من الزرعة. قد يكون تحتاجين نعم إلى زراعة شيء له علاقة بزراعة عظام شيء، والله أعلى وأعلم. ولا تتأخرين، يظهر أنك مفترض أنك لأن العظم صح نزل العظم. أي نعم العظم، أحسنتي، له علاقة بعظم، أحسنتي. قالوا لك أنه العظم نزل. نزل، وإذا طولت أكثر بينزل، يعني بتصير مشكلة ثانية، لازم نركب عظم ثاني. خلاص هذا هو. لها الرؤية لها علاقة بعظام، قد يكون أنت ينبغي لك أنك تتنبهين وانتبهي، والله أعلى وأعلم. خلاص. والبنت اللي عمرها 4 شهور هذا هو. هذه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يراها أو ترى له، هذا لها علاقة بعظام. هذه الرموز اللي ظهرت لي، وقد يكون التأخير هنا ما هو من صالحك، لأن قلت أنت أكبر. نعم والله يفقنا وياك. إياك أمان الله. وكل من يدعم هذا البث. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك، الله يكرمك يا رب. يا شيخ أنا رأيت إني في بيت جدي ومعي واحدة من قريباتي بنتجهز لمناسبة في بيت جدي، لكن المناسبة شنو أنا ما عارفة. فأنا بدي قريبتي لبسة من لبساتي تلبسها للمناسبة، وأنا يعني بكون بفتش في الدولاب لحاجة أنا ألبسها تكون يعني مناسبة للمناسبة اللي في البيت. بعدها بطلع من الغرفة اللي أديت فيها اللبسة لقريبتي دي وبمشي الغرفة الثانية بلقاها مقفولة بقفلين، بفتحهم وبلقى جوا خالتي نايمة. فأول ما أفتح الباب بتصحى، بقول لها معلش أنا ما كنت عارفاك نايمة، أدوكم الفيزا؟ بتقول لي آي. أعطوكم إيش؟ تديني 50. بسألها أدوكم الفيزا؟ أيوه. فبتقول لي أيوة ادوني الفيزا. فبتديني 50,000، بتقول لي 30 حقت غسيل العدة وال20 شيليها. بقول لها لا أنا غسلت العدة عشان البيت فيه مناسبة والناس كثيرة، فأنا ما غسلت عشان عايزة قروش. بتقول لي لا شيليها، وبتديني معاه 50 تاني، يعني بتبقى 100. بعدها بتفتح صندوق فيه اسورة بتاع الذهب وفيه خاتم وفيه دلاية بتاعت سلسل. فبتلبسني الاسورة في يدي اليمين، بتقول لي ما عايزة الاسورة بتاعتك دي. كم عمرك انت؟ انا عمري 38 يا شيخ. منفصلة؟ لا. ما سبق لك زواج؟ لا، كنت مخطوبة فترة وفجأة. ممتاز. أيوة. يعني انخطبتي خطوبة وحصل انفصال ما تمت قبل العرس بأيام. أيوة. خلاص طيب قولي كذا. أيوة. لبستني الاسورة في يدي اليمين. ففي الحلم بيظهر لي انه الاسوره حقتي وهي اشتريتها مني، فبتقول لي ما عايزه ترجع الاسوره حقتك. بقوم بتلفت فجاه بلقى امي واقفه، بقول لها انا الاسوره دي عجباني وانا عايزه ارجعها خلاص بشيلها. فبتلبسني لها في يدي اليمين، فبلبسها وبطلع الحوش، بلقى يعني الحوش برا بلقى كميه من الاهل وكده، يعني ملمومين للمناسبه اللي في البيت. ففجاه بلقى من ضمنهم بنت خالتي شايله 5 تمرات في يدها، فبقول لها اديني منهم واحدة. بتديني واحدة، بقول لها نوع التمر ده سميح ما زي التمر اللي جبت لي قبل كده، اشتريتي بكم؟ تقول لي ب40. بقول لها خلاص انا بديكي جيبي لي زيه. فبعدها بتظهر لي تاني قريبتي الاولى اللي اديتها اللبسة، بتقول لي البسي لانه بعد ده الغرف حيقفلوها، المناسبة حتبدا. فبلبس ونطلع برا، بقول لها المناسبة شنو هي؟ تقول لي سباق بتاع خيول. انت هتركبي الخيل؟ بقول لها ايوه كلنا مفروض نركب. فبطلع برا بلقى الناس واقفين طابور زي طوابير المدرسه، وانتهى الحلم على كده. طب انت ذكرتي هنا، لا اخفيك هذا واضح انك، لانه كنتي قلتي عده، والعده عاده، ولذلك سالتك انت منفصله، لانك انت قلتي هنا عده. انا ببين لك بعض الرموز يا اختي. اعطيني نفس شويه ممكن. انا
أنا أقول أنت ذكرتي هنا رموز كرما. نعم، كرما من الجميع. أنا لا أقاطع أحدا، في رجاء لا أحد يقاطعني حتى أوصل له ما أريد. خلاص؟ طيب، أنت ذكرتي هنا عدة وأنت غير متزوجة، والعدة معروفة ب4 حيضات، ثم ذكرتي 5 تمرات، ثم ذكرتي رقم 40، عشان نعرف أن الرموز لابد أنها إيش؟ المعبر يربط بين هذه الرموز. كم لك أنت حصل لك هذا الأمر في مسألة الانفصال اللي ما تم الزواج اللي ما تم، كم له شهر؟ أكثر من سنة يا شيخ. أكثر من سنة؟ 5 شهور. أكثر من كم؟ أيوة، يمكن 1 و5 شهور. طيب ممتاز. وأنت في الأصل عندك مشكلة في العذر الشرعي؟ لا يا شيخ. طيب شوفي، الذي يظهر لي أنك أنت قادمة على زواج، هذا رؤية قادمة على زواج، وقد يكون سبحان الله إذا ما سبق لك أنك عبرتي هذه الرؤية، قد يكون هذا الزواج والله أعلم ما بين 4، إذا كانت العذر، شوفي لأن قلت أنت عدة، وعدة المرأة المطلقة كم حيضة؟ 4 حيضات. فإذا كان العذر عندك ما فيه شيء، فقد يكون أنت قادمة على زواج من 4 إلى 5 أشهر، أو خطوبة أو شيء. الأمر الثاني، أبشري بالخير. الذي يظهر لي أن الذي سوف يتقدم لك قد يكون سبحان الله من أهل العلم أو من أهل الصلاح، وأبشري بالخير والله أعلم. الأمر الثاني، أنت جالسة في السودان؟ لا، أنا برا السودان يا شيخ. أي أنت ناوي تغيرين بلدك؟ أنا كنت شغالة في البلد اللي أنا فيها دي، والكونتراكت بتاعي انتهى، فأنا بفتش في شغل. تفتشين في بلد آخر؟ أيوة. خلاص، سوف تنتقلين إلى بلد آخر، لأنك تكلمتي عن إيش؟ ذكرتيها هنا، ذكرت الرمز هنا في الجواز، يسمونها إيش عندكم؟ الفيزا. فيزا. أيوة. أي نعم. فأنت سوف تنتقلين إلى بلد آخر، وهذا البلد سيكون لك خير والله أعلم، والله يوفقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ تكفى، عندي رؤية كلها قصار بقول لك إياها وأتمنى إنك تفسرها. أيوة، بس إنك أنت بعيدة تكلميني ما أدري من فين، يعني عشان أسمعك وأنا أخوكي. طب دقيقة. الحين صار زين الصوت؟ ممتاز، تفضلي. كيف الصوت الحين يا شيخ؟ ممتاز، أسمعك وأنا أخوك. طيب، الرؤية الأولى شفتها في العشر الأواخر من رمضان، كأنه يا شيخ وقفت في بيت في المقلط حقنا، وأطالع من الشباك الحوش حق بيتنا يا شيخ، كأنه مزرعة كله زرع زرع زرع. من ضمن الزرع كذا مقسم مربعات، من ضمن الزرع في ذرة، فيه يعني عرفت يا شيخ، في زرع وفي عمال يشتغلون يحرثون في هذه الأرض، كأني أنا فرحانة فيها، والأرض خصبة، وأنادي أمي أقول يا أمي تعالي شوفي كيف صار الحوش، تعالي شوفي كيف صار حوشنا، وأنا فرحانة في هذا الزرع. وفيه 2 أثيوبيات شايلين سلال، السلة هذه كلها مليانة ذرة، يعني كأنهم خلاص جعانين هذه الذرة وجايين على البيت داخلين. جميلة الرؤية جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميلة ما شاء الله. أنت ذكرتي هنا الأثيوبيات، وقلتي ومن يريد إيش؟ حرث الدنيا. شوفي كيف أبين لك الحرث، وأثيوبيات يشلون سلات وذرة وحوش، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه ورأيتيها في العشر الأواخر؟ أي في العشر لابد أن شوفي عشان يشوفوا كيف الرموز، لأنه بعضهم أحسنتوا ثواب ممتاز، ثواب. شوف كيف لابد أن علما الذي ظهر لي، أنت كنت صراحة تخصصين أيام العشر، يعني كل يوم، أو مثلا الأوتار تطلعين فيها صدقة، حرصتي؟ لا والله أنا مجتهدة في العشر كلها. في العشر الأواخر إنك تطلعين صدقات؟ إيه كنت أحرص. ها؟ كنت أحرص. تحرصين إنك تطلعين صدقات. هذا هو، هذا. ولذلك السنبلة كما قال الله عز وجل،
يعني الأرض هذا دليل أنك أنت استغليتي، وأسأل الله أن يجعلنا وإياك من المقبولين، قد تقبل الله عز وجل، أسأل الله ممن تقبل الله سبحانه وتعالى صيام. هذا شيء قدمتيه، وهذه صدقة، هذه صدقة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم. أعطي الرؤية الثانية. الرؤية الثانية يا شيخ، حلمت قبل يومين كأني لابسة في يدي اليسار دبلة كارتير لونها ذهب أبيض، ومعاها الدبلة الثانية اللي فيها السوليتير، وكأني أطالع فيها كذا، بس يعني هي عاجبتني. وانتهت الرؤية؟ أنت متزوجة؟ لا، مطلقة. طيب، أنت صراحة كنت تدعين بأنه يعني صراحة بسألك بهذا الدعاء، قولي نعم أو لا عشان أفهم الرمز. الله يعني كنت تدعين أن الله يعني يرزقك بزوج حسن الخلقة والخلق، نعم أو لا؟ والله أنا نعم أو لا؟ تقريبا. ها؟ تقريبا. إذا كنت شوفي أنت يمكن مستحية، إذا كنت تدعين بأن الله يرزقك لأنه قلت أنت ماركة ولونها بيضاء، هذا زواج برجل يجتمع فيه صفتين، يظهر لي أنه حسن الخلق والخلقة، والله يرزقك الرجل الصالح الناصح، والله أعلم. الله يعطيك العافية يا شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم شيخ فارس. السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه أن يزيدك وناس فضله. آمين، ولك بالمثل. ويطول عمرك على ما تقدم للناس يا شيخ فارس. آمين وإياك. الله يحييك. أنا عندي طال عمرك رؤية قصيرة جدا، يمكن 3 كلمات إذا تسمح لي، ورؤية ثانية معها بعد على طول إذا تسمح لي طال عمرك. طيب تفضل. يا شيخ أنا قبل رمضان كنت على رقية تقريبا من شهر 6 تقريبا، شهر 8 جتني الرؤية أو شهر 7. تحلمت اني يطلع الشعر من فمي، وكان حطيت اكرمك الله يدي في الجوف الفم احاول اطلع الشعر، طلعت شعر بس في شيء جوف الفم ما قدرت اطلعه، وانتهت الرؤيه الاولى. انت على رقيه؟ اي ذاك الوقت ايوه. ممتاز. ايش كان عندك؟ انت متزوج؟ صحيح يا شيخ. طيب بينك وبين زوجتك نفور وقت الرؤيه؟ لا يا شيخ. طيب الذي يظهر لي فيه شيء انت تريد، قد يكون انت عندك مشاعرك أو شيء أو حاجة في شيء تجد هذه أمور ستخرج، هذا خروج أذية منك، قد يكون وقتها على رقية، وقد يكون فيه والله أعلم إما منك في نفور أو في ضيق أو شيء سيخرج بحول الله وقوته، واستمر. نعم. يعني مني أنا قصدك يا شيخ؟ قد يكون نعم، قد يكون منك. شوف، رؤية الزوجة أحيانا للزوجة، ورؤية الزوجة للزوج، وسبق وقلت لكم يا شيخ فارس الرؤية لي أنا مو لزوجتي ترى. حتى وأنا أخوك أحيانا أنت لو قلت لي يا أخي أنا رأيت أنني حامل، أصرفها لمن؟ صحيح يا شيخ. أيوة صحيح. أحيانا لابد أن نعرف أن رؤية هذه من القواعد اللي دائما بعضكم يقول هل علم العبارة، هل التعبير علم؟ نعم علم، ما يأتي أحد ينكر هذا علم، لكن جمع بين تعبير الرؤية أو التعبير يشمل 3 أمور: علم وفراسة وإلهام. ما شاء الله. علم وفراسة وإلهام. طبعا الفراسة تكلم فيها ابن القيم، أحيانا تكتسب، قال ابن القيم وهناك من الفراسة ما تستحصل وتكتسب. أما الإلهام لا أخفيك كما ذكر شيخ الإسلام، فإن هذا الإلهام هذه درجة عالية ما يرزقها الله سبحانه وتعالى إلا أناس، وهو أن يكون ملهما في علم العبارة. علم، نعم علم، لأنه حتى ابن القيم قال في كتابه في زاد المعاد وهذا علم لم أتعلمه، عشان نفهم. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا العبارة، وأنس كان يقول كان يعلمنا النبي. إذن هذا علم لا بد أن نفهم. فالذي يظهر لي والله أعلم من صدقة هذه الرؤية كما قلت لك أنه قد يكون هناك هذه لك أو لزوجتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال. وقد يكون سبحان الله تتغير بعض الأمور، تتبدل عندكم لأنك إيش أردت أن تخرجها، فإن شاء الله إيش تخرج. نعم. الله يطول عمرك. طيب يا شيخ الرؤية الثانية جتها بعدها بأسبوع، بعدها على طول تحلمت أني في بيتي القديم. بيتي القديم يا شيخ، طبعا البيت اللي كنت ساكن فيه قبل هذا، أني كنت طالع الدرج أنا وأخواني، وصلت طال عمرك للسطح،
فتحت باب السطح، كان فيه مليان ثعابين، كلها ثعابين يا شيخ. لون الثعابين تقريبا بني، يعني غامقة ألوانها. فكأنه قرصني واحد من الثعابين أنا في رجلي اليسار أجلك الله، وخرج مني دم من ركبتي إلى رجلي، قرصني قرصتين. وطبعا كأني نزلت أنا وأخواني، طبعا ما أذى أخواني، الثاني أنا نزلت إلى أسفل تحت الدور الأول، وكان الوالد قدامي وكأني يقول لأبوي أنا تعبان أبغى المستشفى، وكأني يقول بروح المستشفى وكذا. وأنت الرؤية يا شيخ. طيب أنت ذكرت هنا لدغك ورحت المستشفى، معناها مشكلة إيش؟ مرض. لكن عندك أنت لنا إحدى أمرين، يا أنها لك أنت يا لأحد أبنائك. أنت عندك ولد؟ عندي يا شيخ، عندي بنات يا شيخ. ما عندك ولد؟ لا يا شيخ. طيب هل أنت عندك مشاكل في المسالك؟ لا يا شيخ، عندي مشاكل نفسية شوي، روحية يا رجل. لا الرؤية تقول أنه عندك مشاكل في المسالك، أو عندك مشاكل معليش يعني في فهمت ايش أقصد؟ ايوه يا شيخ. لا يا شيخ، ما عندي مشكله في الفتره الماضيه، اعاني من مشكله نفسيه روحيه يعني. طيب اثرت عليك في قضاء حاجتك؟ ايوه يا شيخ، وقفت اشياء كثيره. ايش وقفت؟ مثل ايش؟ صعب اقولها في البث يا شيخ. خلاص ممتاز، يعني في قضاء الحاجه في امورك مع صح؟ ايوه يا شيخ، بس يا شيخ المشكله لحد الان اللي انا مر فيها اللي روحيه ما راحت مني لحد الان. طيب بتروح، بس إن شوف أنا بقول لك شيء، إذا كان هناك تجد أن نفسك يعني يمكن أن تفهمني، فأنا أوصيك أنك تغتسل بالسدر. إذا وجدت اغتسل بالسدر واشرب واغتسل بالسدر. ها؟ أغسل جسم كامل قصدك؟ أيوة، تغتسل، تأخذ ملعقتين من السدر. شفت إذا وجدت سدر جيد، شفت لا، تأخذ ملعقتين وتغتسل منه، وأيضا تشرب وتغتسل. تكلم في ذلك وهب ابن منبه. خلاص، هذا طبعا وهب ابن منبه من التابعين، ولد في عهد من؟ في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذا أنا ماشي معك، وترى واضح الرؤية لها علاقة ببعض العلاقات الحميمة أو من هذا القبيل، فهمتني؟ إيه فاهمك يا شيخ، لكن يعني الآن مطلوب مني إني أكمل على السدر، يعني شيء قصدك؟ أيوة نعم، استمر على السدر، ممتاز جدا. إن شاء الله بإذن الله يا شيخ، أنا بحاول الفترة الجاية. والله أني تعبت يا شيخ من قبل رمضان. أسأل الله أن يجمع لك بين الأجر والعافية. ما أسمعك يا شيخ. أسأل الله أن يجمع لك في هذه الساعة بين الأجر والعافية. قول آمين. الله يطول عمرك ويجزاك خير يا شيخ. آمين، الله يحفظك. الله يطول عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أسمعك. يا شيخ، أنا قبل أيام تحلمت حلم، بس أنا قبل هذا الحلم كانت عندي نية، تجيني نية أنه أساعد أو أحاول أني أعمل رقية، مع أني مش من حفظة القرآن، بس الحمد لله أني على رقية متواصلة، وأحاول أنه أحسن من حالي كل شوي. وكنت أشوف أنه خالتي وبنت خالتي بيعانون شوي من الأمراض الروحية، بس هم كأنهم بيخافوا يعني من استعمال الرقية. فقلت أحاول إني أساعدهم، هم الأوائل يعني، مع إنه أنا مش من حفظة القرآن. ما لها دخل من أخوك، ما لها دخل حفظ القرآن في الرقية، ما لها دخل. المهم يعني بعدها بأيام تحلمت إنه أنا جالسة، كأني جالسة في بيت جدتي اللي هو فيه هذا بنت خالتي وخالتي، وجالسة في الصالون، وكأنه هذا الصالون فيه عتمة، يعني ما في وضوء خافت فقط، وكأنه 10 من الجن جالسين أمامي. فصرت أناظرهم، وأنا كأنه هيك يعني جاني خوف، بس وكنت أبحث على رقم أبوي عشان أتصل عليه بالهاتف، ولما ألاقي الرقم بتصير الشاشة سوداء، وبعدين أبحث مرة ثانية نفس الشيء، وأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليش أخاف منهم؟ فقمت أقول وأنا أقرأ عليهم شيء ما تذكرت الصراحة. وبعدين فتهم شوي وطلعت لنور، وكأني في صالة ثانية، يعني الصالة اللي تحت هذه الصالة، وبلاقي خالتي وبنت خالتي، وهم كأنهم بيجهزون يعني بيغيرون فرشة هذا المكان. وقالت لي بنت خالتي إنه الحمد لله، يعني إنه الرؤية الشرعية مرت على خير، واليوم يعني جايين كأنهم يقروا الفاتحة، يعني كأنه اليوم عندها خطبة رسمية، يعني كأنه هيك يعني راح يقروا الفاتحة.
بعدين أنا تسطحت جنبهم، هم كانوا بيعدلون الفرشة وكذا بيغيرون. ففات علينا رجل كأنه رجل متوسط في العمر، كأنه رجل دين. إحنا عنا بالمكان يعني بدولتنا عنا رجال الدين اللي بيلبسون لباس خاص. من أي دولة؟ من المغرب. حياك. أيوة الله يحييك يا شيخ. وفات علينا وهو ساكت ما قال ولا شيء، وأنا أناظره، بس خالتي وبنت خالتي مشغولين بيعملون اللي بيعملوه وأنا أناظره وأنا مسطحة على ظهري. بعدين فات علينا شاب هو لابس بنطال فقط يا شيخ، مو لابس فوق، وعاطيني بالظهر يعني ما شفت وجهه، وحامل في إيده صندوق كبير أبيض، وبيقول إنه بيدعي إنه بيبيع العود، يعني كأنه بيبيع العود. فعطاني بالظهر وهو بيتكلم مع هذا الشيخ وأنا ما كلمته، وحتى بنت خالتي وخالتي ما عطوه ولا وجه. وبعدين أنا ناظرهم كأنه الشيخ هذا الرجل اللي المتوسط في العمر بيقول له افعل ما جئت لأجله، يعني بحال كأنه كان راح يأذيهم يعني. فصرت أنا لما شفته هيك أنا حاولت إنه بحال كيف راح أقول لك إنه أشغله عنهم، وقلت له أبغى عود، تعال يا أخي أنا أبغى عود، أبغى قيمة 200 درهم، فيك تعطيني قيمة 200 درهم. وإجاني هذا الشيخ هذا الرجل الكبير إجاني وأنا مسطحة على ظهري، وشد رجلي اليسرى وضغط عليها ضغط مو طبيعي يعني. فصار كأنه راح يغير ملامحه، فقلت له لا تغير ملامحك، أبغى 200 درهم من العود، أشوف أجربه إذا عجبني ولا لا. وانتهت الرؤية يا شيخ. طيب أول شيء أنت غير متزوجة؟ لا يا شيخ. طيب وأنت جالس ترقين نفسك عشان كم عمرك؟ عمري 30 سنة هلأ، 31 إن شاء الله. وبديتي أنت يعني حريصة أنك يعني ترقين نفسك علشان عندك تعثرات في الزواج؟ الحمد لله أنا أعمل رقية عشان يعني كل شيء، يعني ما خصصت ولا شيء، زعما ما خصصت عشان الزواج ولا. طيب ممتاز. الذي يظهر لي أنك قد يكون تعثر عندك في الزواج، أنت قادمة على زواج بسبب سبحان الله الرقية، فأكثري من الرقية وإيش والله أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فسرت رؤيا عندك وقلت لي إن هذه مو رؤيا، ورأيتها مرة ثانية، إذا تسمح لي أفسرها عندك. تفضلي. نفس الرؤية؟ إيه. طيب يلا تفضلي. طيب أنا رأيت إني كنت في المدينة المنورة، كنت لابسة يعني لبسي عباتي وشلت نقابي، كنت أمشي وأنظر الدريشة، أناظرها وكانت يعني فخمة وكان لونها بني، كأنه كان فندق فخم، وكانت تناظرني منه امرأة، وطاحت عيني بعينها. وبعدها لفيت وكملت أمشي، وأنا أمشي أتخيل يعني في بالي إن أهلي داخل الفندق هذا، وكذا يعني كذا يحوسون يتجهزون كذا كأنه في شيء، بس يعني ما في حزن ولا يعني أظن في بالي سعادة. المهم فجأة وأنا أمشي انتقلت لمكة المكرمة، فكنت ناظر للكعبة قدامي، فكأني أدور الملتزم، وكان ناس قليل، إلا فجأة أكون قدام الملتزم، وكنت لحالي وراي العساكر الحرم، وأنا الوحيدة اللي عند الملتزم، وكنت ماسكة بستارة الكعبة وشادتها يعني كذا بقوة ماسكتها، كنت أبكي كذا أبكي بقوة يعني كذا بقهر، وأدعي وأقول اللهم انصرني. انتهت الرؤيا. هذه ليست نفس الرؤية اللي رأى، مستحيل. إيه في أشياء يعني بالرؤية الأولى ما كانت في هذه الرؤية، بس كان يعني نفسها. لا ما هي نفسها مالك. إلا والله يا شيخ. يا أختي بعطيك إياها بصراحة، أنت ذكرتي هنا رموز، هذه واضح أنها، وأنتم بعضكم ترى الرؤية عبارة عن سياق، لا هذه واضحة تختلف. أنا ما أدري والله نسيت وش اللي، بس أنا بقول لك شيء، أنت بسألك سؤال واحد فقط. تمام. أول شيء، هل أنت تدعين أن الله سبحانه وتعالى أو تنتظرين، إما تدعين أو تنتظرين، خلاص، أنك تنتقلون من مكان لمكان، من مدينة لمدينة، من بيت لبيت؟ جاوبيني نعم أو لا. لا. تنتظرين خبر؟ إيه.
وش الخبر؟ أدعي بدعوة. فيها انتقال؟ لا. إيش فيها طيب؟ يعني نصر علي. شوف أنا بعطيك بصراحة، بعطيك تعبير الرؤية، حتى لو ما تقولين الرؤية فيه شيء تنتظرينه له علاقة بانتقال أو تبدل حال، بس الأقرب إلى من إيش؟ يعني في شيء ينتظر الحالي. يعني مشكلة الغموض. شوف أنا أقول لك إن صدقت هذه الرؤية ومن حقي عليك، شوف قدام 2300 إنها إذا وقعت خبريني. إن صدقت هذه الرؤية أنت مواظبة على دعاء وملتزمة في هذا الدعاء، ولكن وتنتظرين أمرا سيأتيك بحول الله وقوته. طيب. لكن اسمعيني، لكن له علاقة بانتقال، سيكون فيه نقل لك، انتقال، وليس انتقال من حال لحال، إن شاء الله انتقال من حال، لكن قد يكون تغيرين بيئتك، تغيرين عملك، تغيرين بيتك، تغيرين مدينتك. فهمتي؟ ما تأتي كذا رموزها. أو أني أنت عزباء خلاص، قد يكون سبحان الله زواجك، وقد يكون زواجك في انتقال لك. إذا كنت تدعين بالزواج بشخص معين، الله يهديكي، يعني تدعين بشخص معين، وهذا الشخص فين؟ ما فهمت. الشخص هذا في نفس المدينة؟ إيه نفس يعني دولتي، نفس المدينة اللي أنت فيها؟ إيه. شوفي الذي يظهر لي إن صدقت هذه الرؤية، طيب انتقال، هذا انتقال قلتك من مكان، من بيت لبيت، من مدينة لمدينة، أنت قادمة على انتقال، والله أعلى وأعلم، وأبشري بالخير. الله يسعدك. طيب يا شيخ، عندي حلم 3 كلمات بس يكفي. تمام، شكرا. أنا رأيت وفجأة سمعت الصوت من واحد المعبرين، يعني كان يلعب الجولة، وعندما دخلت عليه ودخلت بفجأة يعني على الخفاء، ووجدته يلعب في جولة، وعندما دخلت عليه في البث ظهر رقم 5، وكان فرحان كل جولة، يفرح كل جولة ينجح فيها. وفجأة أنا بعثت له الهدية اللي هي باندا مع الخزران بتاعها، وهي ثمنها في الحقيقة 199 عملة، وعندما أبعثها تصير 1200 عملة. وزاد بسطه في النجاح هذه الجولة، وزاد وبعدين هنا يعني نجح كل، عندما أبعث تزيد نجاحه، يعني أرقام تزيد أكثر وأكثر، وانتهت هذه الرؤية. طيب المعبر هذا لا تجيبي لي اسمه. لا ما فضلك. أيوة، لكن هذا المعبر أنت تتابعينه؟ بكتير وطردت يعني. ها؟ وطردت، ما بعرف ليش، وانا هذه الرؤيا رايتها قبل ان اظلم واطرد، يعني انا ذهبت كي اعبر عن هذه الرؤيا بعد ما، علشان قلت لك ليش، انا قلت لك لا تذكرين اسمه. حاضر تكرر. نعم، على لانه الرؤيا. نعم. شوفي الذي يظهر لي، قلت انت يلعب جولات. نعم. عرفتي؟ نعم. طيب انا بقول لك. طيب اولا بسألك سؤال، لانه هل أنت في الأصل عندك موضوع، أنت تعملين فيش عملك؟ والله الأصل تاعي هو العمل، يعني أساعد المفسرين دائما وراءهم، وعمل الشير والتكبيس والكومنتات، هذا هو. يعني نحب كتير يعني الشيوخ السعودية، كتير بنحبكم، يعني ما شاء الله عليكم، لهذا أتابعكم وأتعلم من عندكم يعني. طيب ممتاز، جميل. لكن أنا بسألك سؤال. نعم. في الأصل أنت وش تعملين عملك؟ لا شيء، يعني ربة البيت، أولادي بس. طيب وش تعلمين أبنائك؟ أبنائي مدرسة بس، ما عندي يعني لا شيء. طيب شوفي الذي أنت قلتي يلعب جولات. نعم. واللي في علمي أنا أنه المعبر لا يلعب جولات. أنا دخلت سمعته. عرفتي؟ يلعب جولات. شوف أنا والله ما أريد أني أتكلم لأنه أخشى من أمور، لكن هذه الرؤية تدل نصر لك. اللهم آمين. نعم، هذا قد يكون سبحان الله في أمر. شوفي عشان أقولها لك، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فيش فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا.
قد يكون في أمور نقلت إلى هذا الأخ غير صحيحة. صح. نعم. صح. قد يكون نقلت إلى هذا الأخ غير صحيحة عنك. هي صح، وأنا كنت داعمة وأساعد، وفجأة أيوة، بس شوفي يا أختي، إذا أنت دعمتي وإذا احتسبي لمن؟ احتسبي هذا الفعل لمن؟ لوجه الله تعالى. يا أحسنتي، أنت تدعمين شخص ولا تدعمين محتوى؟ دعم الشخص، يعني المحتوى تاعو. لا 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 لا، احنا ما نريد دعم أنا أريد أنك تدعمين المحتوى، اتركيك من الأشخاص، احنا بشر. والمحتوى تاعو. اسمعيني يا أختي وأنا أخوكي. نعم تفضل. نعم. أنت شوفي، حنا بشر. يعني أنا أول ما طلعت في البثوث قلت لا تقدسون شخصية فارس التفسير، فإنني بشر أصيب وأخطي. نعم. كنت دائما أقول انتبهوا من تقديس الأشخاص، لأن نحن بشر نصيب ونخطئ. نعم. فلذلك ينبغي عليكم أن دائما الإنسان ما يكون مثل السفنج يمتص كل شيء، لا. حتى كلامي أنا دائما أقول لكم إذا سمعتوا مني كلام شوفوا هذا الكلام يوافق يعني الكتاب والسنة، يوافق الشيء الصحيح ولا لا. إذا ما يوافق اضربوا بعرض الحائط، لأن احنا بشر مهما كان يؤخذ منا ويرد. فلذلك أنا أشوف إنه قد يكون هناك في تلاعب، يلعب في تلاعب في أناس قد يكون نقلوا شيئا إلى الشيخ أو إلى هذا المعبر، أنا ما أعرفه، شفت؟ قد يكون أخذ به، وقد يكون أنه نقل ليس من شخص واحد، أكثر من شخص. صحيح. لأنها جولات، ليس جولة واحدة وإنما جولات، ولعله أخذ يعني سمع لأنه أكثر من شخص نقل له هذا الكلام، قد يكون أخذ به. عرفتي؟ نعم. أنا كنت أتكلم المشرفين يعني بكثير في الواتساب، وفجأة يعني غيروا معي كلام، مع فعلا ما كنت أعمل شيء، كنت داعمة وكنت له خير، يعني كنت خلاص علمتك الآن. إذا تدعمين إيش؟ يعني على محتوى له يعني. يا سلام. إذا كنا نريد أن ندعم فندعم المحتوى. نعم. لأن عشان نؤجر، عشان هذا يكون أمرنا لله عز وجل، لأنه تؤجرين أنت. صحيح. نعم. صحيح. هذا هو، لهذا أنا أتابعكم كثير وأحب يعني شيوخ السعودية دائما نقولها دائما. الله يبارك فيك شيخ. تقريبا 4 أيام أنا رأيت بتوك، أنا خادمة الحرم، أنا دخلت بحسام الثاني. هل تسمع رؤيتك؟ وفجأة إذا ممكن أنا رأيت عليك، كنت في بتوك قبل أن أطلع عندك. أيوة. رأيت إيش؟ رأيت أنت في بتوك. أيوة أنا رأيت لي، أنت رأيتي لي رؤية في بثي؟ نعم أنا كنت معك. هي تفضل. يلا قوليها. شوف الشيخ، أنا دخلت، أنا هذا ليس الاسم الأصلي لاسمي، هو خادمة الحرمين. أنت كنت فاتح البث وكان وجهك سبحان الله فارس الأحلام، وكنت الفوق وأنا كنت معك في الاسم تاعي خادمة الحرمين، وكانت عليك الزحمة يعني في القستاد، كانت زحمة كتير 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 كتير. أنت وأنا كنا ماسكين على القسط للفوق، ماسكين كينا نهبط، ولم نستطيع أن نهبط مع هذه الزحمة اللي كانت في القستاد. أرادوا أن يصعدوا ولم يستطيعوا، بس كانت عليهم زحمة ونحن لم نسقط أبدا، تماسكنا بكثير. هذه رؤية الشيخ. من اللي يتماسك إنه ما يسقط؟ يعني أنا كان اسمي خادمة الحرمين، واسمك أنت شيخ، كنت أنت الفوق في القسط في البتوك، فهمت؟ إيه بس كيف بثي وأنا ماسك سرة عشان أفهم يعني هذه؟ اسمك يعني وجهك كان يهونا في البث، يعني اسمك كان الفوق يعني يعني في هذه على فهمي أنه في أناس قد يريدون إسقاطي على كلامك، على فهم اللي أنا فهمته، أنه قد يكون في أناس يريدون إسقاط بعض الأمور أو يحطون في بعض المواقف. وسبحان الله عندي أنا قاعدة صراحة، لو اجتمعت الأمة. نعم. شوف سبحان الله، والله أنا مر علي من المواقف أقولها لكم بصراحة، في من أناس قالوا سنسقطك، سنطيحك، سنزيلك، سننسفك. والله قيلت لي هذه الكلمات وأنتم تعرفون، سنسقطك، سندمرك، سمدري إيش. وكانوا يقولوا لي انتبه. قلت يا أخي إذا حنا نعلم الناس، أقولها لكم بصراحة، إذا حنا نعلم الناس أنه تكونون تجعلون ثقتكم بالله سبحانه وتعالى وأمركم إلى الله سبحانه، وحنا يا أخي
الذي الأمر من قبل ومن بعد لله. لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله لك. هل عندنا يقين في هذا الشيء؟ ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بإذن الله جل وعلا. يعني كل أمرنا إلى الله. هذه قد يكون سبحان الله صدقت هذه الرؤية، قد يكون إسقاطات من هذه الأمور، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إيش على الجادة وعلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الأمر المهم عندي يا أختي، نعم، اجعليك اسم على مسمى. قلت إيش؟ خادمة الحرمين، صح؟ حساب الأصلي. نعم، خلاص اجعليك على هذا المسمى. الله يحفظك. فهمتي؟ نعم. والله يوفقنا وياك. وما عليك ولا تحزني، ولا تحزني مما حصل، ولا خذيها من أخوك إن كنت على حق. خذيها مني. أكيد. بتروح الأيام والدور، وكل من اتهمك سيندم، الله. وكل من ابتلاك سيندم. لكن أنا ما أعرف إيش الموقف، لكن أنا عبرتها لك بناء على سياق العبارة. واحسن الظن في الأخ، احسني فيه الظن. أنا ما أعرف المعبر هذا صراحة، لكن خلي عندك إحسان ظن فيه. الله يكرمك الشيخ، والله يحفظك، الله يرفعك إن شاء الله. آمين. السلام عليكم. أنا أقول احسن الظن فيه، تقول أنا تكلمت لا تتكلم فيه. ما أعرفه أنا أصلا، ما أدري من هو اللي تتكلم عنه، وجالس أقول جالس أبرر وأقول له احسن الظن فيه. فين تكلمت يا أخي؟ فين تكلمت؟ أنا تكلمت عن أحد؟ أنا جالس أقول لها احسن الظن. قد يكون وصله الأخ هذا معرفة أصلا، هو شيخ ما هو شيخ، هو شكلها هي تعرف السالفة هذا اللي كاتبه. نعم تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. إذا تسمح لي يا شيخ، عندي رؤية قصيرة شافتها زوجتي، ومن يومين فت معاك بالجست وحكيتك عن حالتي، فأعطيتني الله محمد شهادات، فإذا تسمح أقول لك بعض الأعراض اللي طلعت. طيب ما شاء الله، يعني بديت تطبق الإرشادات؟ مزبوط. تفضل. إذا تسمح لي. الرؤية شافتها زوجتي بال10 أو بال5 الأواخر من رمضان. شافت إنها واقفة مع مرة قدامها لابسة أسود، وجنبهم في طاولة، والطاولة عليها قلم وورقة مكتوبة باللون الأزرق، وزوجتي تخبر المرأة تقولها اليوم جدد عمل لأحمد اللي هو أنا. وانتهت الرؤية. أنت لاقي تحرشات؟ كيف يعني؟ يعني أنت تجد في نساء في منامك؟ لا الحمد لله. يا أخي سبحان الله، أنت بلاءك من امرأة. هذه الرؤية تدل على أنك أنت أصبت من امرأة، سواء عينا أو سحرا. لكن ما أعلم صراحة، ما أعلم هل هو سحر أو، لأنه التجديد هنا ليس شرط. أحيانا العين تتجدد، أحيانا بعضكم يقول هل العين تتجدد؟ نعم العين تتجدد، خاصة بعض الأشخاص يرى يعني ما يدري أنه فلان عانه أو حسده ويراه باستمرار، فهذا دليل والله أعلم. لكن الرمز اللي هنا أنه الدليل أنك أصبت من جهة امرأة. عرفت؟ والله أعلم. والله ما محمد، من يومين يا شيخ فت معك لما خبرتك إنه أنا قريت سورة البقرة والصافات والزلزلة والكافرون، وأنت قلت لي فيك والله أعلم، وتذكر بعض العرضات قلت لي إنه فيك سحر، فقلت لي عليك بسورة الفلق. اسمع سورة عشان العقد يرحم والديك، عشان العقد تنحل العقد. فأني بنفس النهار طبقت دغري، صرت أسمع تقريبا، سمعت تقريبا شيء 2.5 ساعة منقطع. ممتاز. 2.5 ساعة تقريبا. إيش تسمع الفلق؟ أنت قلت لنا سورة الفلق على الساعة الغامدي باليوتيوب تقريبا شيء ربع ساعة. أيوة صح مزبوط. فأنا أيوة. تقريبا على مدة 2.5 ساعة أنا بس أسمعها تقريبا، أو ساعة أو أيوة. ساعتين تقريبا. أيوة. فالنهار الأول أو نفس النهار أنا حسيت تقريبا تنمل برجلي 2 الشمال واليمين. تقريبا بحدود الساعة 9 تقريبا بالليل عندنا إحنا هنا بأوروبا، ب10 تقريبا بسوريا، فجأة يصيب زوجتي ألم بإذنها فجأة سبحان الله، ما عاد تقدر تسمع من إذنها، فصار ألم شديد، فقامت أمها رقتها وحطت لها زيت زيتون بإذنها، زيت زيتون مرقي. فإذا الزيت يا شيخ بإذنها سبحان الله يطبخ طبخ.
وهي ما هي في المدينة اللي أنت فيها؟ لا احنا انا كاتب كتابي عليه، لسه ما صار زواج نظامي يعني. ممتاز يعني إيه؟ نعم. ايوه يعني بس عقد قران. ايوه. ففجأة يصيبها بألم بإذنها، تطبخ إذن لما حطت زيت زيتون يطبخ الزيت بإذنها، سبحان الله. شوي وخفت عليها. اليوم الثاني اللي هو بعدها البارح، اليوم لما فكتني لقيت كدمات، الله يعز، كان برجل اليمين من تحت عند الكاحل كدمات زرقاء. وحاول أقرأ سورة البارح، حاولت إني أقرأ سورة البقرة والفلق والصافات والكافرون. سبحان الله ضليت 3 ساعات أتحايل على حالي بس إني أروح أقرأها. كل ما أمشي ودي أقلب المصحف شيء يلهيني، سبحان الله. وانتهى يا شيخ. علشان كذا قلت لكم سورة الفلق، وشبهت لكم يعني مثال زي اللوحة المعلقة. شوف كيف واضح أنك تأثرت. هذه عقد. نعم أنت على وصفك هذه علامات سحر أحيانا. وأول ما بدأت في البث قلت إذا الإنسان إذا رقى نفسه وتأثر الآخر، خلاص. زي واحدة من الأخوات تقول لي يا شيخ أنا أرقي نفسي وزوجي يتعب وزوجي ما في شيء. قلت أنت عندك نفور من زوجك؟ قالت ولا أقبله وأبغى الطلاق. قلت هذا هو أخوك، هذا دليل أنه في سحر، في شيء بينكم. فعندما اللي حصل بفعلك أنت وهي تأثرت، هذا دليل أنه بينكم سحر، قد يكون سحر تفرقة. مزبوط يا شيخ، هو في سحر، لأنه سبحان الله أنا يعني صعب أتقبل. خلاص هذا هو صعب أنك إيش، هذا سحر التفرقة. التقبل. ولذلك ابن القيم قال كلام جميل عشان تفهمونه. قال كل مسحور معيون وليس كل معيون مسحور. إيش معناها؟ يعني يجتمع في المسحور إيش؟ السحر ويفعل العيب. يا سلام. المسحور معيون يعني فيه عين وسحر، لكن ليس شرطا أن يكون الشخص المعيون أنه مسحور. وهناك عقد نوعين، عقد سحر وعقد إيش؟ عين. فلذلك استمر. أنا أريد فقط منك الاستمرار، ثم لا تكلف. يعني أنت قلت 2.5 ساعة. شوف 2 ساعة أنت جهدت نفسك يا أخي. أنت لو قلت لك امشي ما تمشي ولا شيء، وقلت لك يا أخي روح أباك اليوم تمشي لي 5 كيلو، تمشي 5 كيلو، بس اليوم الثاني تقول والله أنا رجلي وأنا فيا وأنا. ليش؟ لأنك ما أخذت الموضوع بالتدرج. أنا أقول لكم دائما اسمعني من أخوك، أنا أريد الفائدة لك والفائدة لله. أنتم يعني دائما اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. يا أخي إذا بدأت لا تثقل على نفسك، لأنه كما قال ابن القيم قال كلام جميل. قال إيش يقول الأمراض الروحية تحتاج النفس الطويل. يعني ينبغي عليك أن يكون نفسك طويل. حتى قال ابن القيم قال ومن كان نفسه طويلا إيش هزم هذه الأمراض. عرفت أنا أخوك؟ فلذلك لا تكلف. شوف 2.5 ساعة أنا أشوف أنها كثير. أنا أعرف أنك تريد يعني الشفاء السريع، لا، الأمراض الروحية ما تعمل على هذا الأمر، تعمل على الاستمرارية. يعني لو جلست، أنا أقولها لك، لو تقول لي أنا أجلس مع نفسي 3 ساعة يوميا ومستمر، أقول أفضل أنك تجلس 2.5 يوم وتترك أيام. ما ينفع. أنا ودي تفهم هذه الأشياء عشان تعرفها. قلت لك أنا 1/4 ساعة، صح ولا لا؟ واليوم اللي بعده أنا قلت لك من 10 إلى 1/4 ساعة مزبوط. سورة الفلق. واللي بعده تسمع، صح ولا لا؟ صح. طبق هذا الأمر واستمر عليه. شوف أمس رقيت نفسك واليوم ما قدرت، تتحايل على نفسك. هذا هو اللي احنا نحذر منه، هذا اللي أنا أحذر منه. يعني في بعض الناس يقول كيف أبدأ بقيام الليل؟ يا أخي ابدأ ب3 ركعات. ابدأ، لا تقول والله بقوم 11 ركعة، لن تقومها. أقولها لك بصراحة، لن تقومها. حنا نعرف هذه الأشياء، لن تستطيع. تبغى تقوم ابدأ بالقليل. إذا وصلت إلى مرحلة 6 شهور 8 شهور وأنت مواظب على 3 ركعات ستأتي. بعضهم يقول أنا أبغى أختم القرآن كل 3 أيام، هو ما قد ختم. أقول لا يا أخي، اختم القرآن مرة واحدة في الشهر. إذا بديت تحافظ على الختمة مرة واحدة، بعدين زي التمرين وأنا أخوك، زي اللياقة، الشيء بالتدريج. كانت في امرأة تقوم الليل وكانت تضع حبلا على رقبتها، إذا نعست شد الحبل، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم. وال3 الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا أقوم ولا أنام،
وقال الثالث أما أنا لا أتزوج النساء، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من مشى على هذه الأرض وأعطانا توجيه، قال أما أنا فأتزوج النساء وأقوم وأصلي وأنام وأصوم وأفطر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. فلذلك دائما احرصوا على مسألة إنكم تكلفون من الأعمال ما تطيقون حتى تصل إلى هدفك. هذا الهدف خلاص. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يصرف عنا وعنك وعن كل من في هذا البث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا كيد السحرة وكيد العائنين ومكرهم، وأن يكفينا الله عز وجل أن يجعلنا في عصمته، وأن يجعلنا وإياكم في حرزه وحفظه وجواره وتحت كنفه. اللهم اجعلنا تحت كنفك، اللهم اجعلنا نعم في حفظك. اسمح لي يا شيخ دقيقة، اسمح لي. أنا ليش بسمح له؟ لأنه يكون شغال ومع بالسيارة مكان طويل، فسبحان الله فجأة تشتغل عندي الشهوة، فألهي حالي أني بسماعها أحسن ما أسمع يعني أغاني أو شيء فأحطها من هذا الباب. ممتاز. بس ترى أنا علشان سألتك فجأة، علشان كذا ترى على فكرة سألتك في الرؤية الأولى، قلت لك هل عندك مس عاشق؟ لأني أنا سألتك في الرؤية الأولى. وعلى فكرة عشان تفهمون، ترى المس العاشق عند الرجال ترى يعني من خلال الخبرة ترى يعني يجعل، طبعا هذه كلها بإرادة الله جل في علاه، يجعلها صفرا، يجعل الحيوانات المنوية، ويكون هناك فيه مشاكل فيما يخص الإنجاب للرجل، يعني إنه ما يستطيع، وأيضا في العلاقة الحميمة اللي عنده مس عاشق. ولذلك دائما يعني أوصي الرجال أن المرأة تأتي إلى أسفل الظهر وتقرأ عليه أصول الرقية، وأيضا إيش وأصول الرقية وسورة الطارق. نعم خلاص يا شيخ. السلام عليكم، بارك الله فيك. طيب أنا بأختم هذا البث برسالة. صراحة أنا جاني موقف والله تألمت فيه، تألمت ألم شديد، وأنا جزما أن الأخت اللي كلمتني أنها صادقة، لأنه إيش الفائدة أنها تكذب؟ وهذه والله رسالتي، وسبق وقلت لكم هذه رسالتي للأخوة الرقاه: لا تصدقون الجن. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قال ماذا؟ قال صدقك وهو كذوب، وهذا مبالغة. الحديث المتفق عليه: يكذب، يأتي بالخبر فيكذب عليه 100 كذبة. أهل العلم شيخ بن باز، الشيخ الألباني قالوا هؤلاء لا يصدقون، هؤلاء كذبة. أهل العلم رأوا أن الجان عندما يستبيح جسدك فهو فاسق فلا يصدق. واحدة من الأخوات، خذوا هذه القصة، بسبب راقي انهدم بيتها، بسبب راقي تطلقت، وقبل أن يطلقها زوجها ضربها وحجر عليها وأخذ مالها. تخيلوا، لأن الجان الذي قال اللي سحرتك وسحرت ابنك زوجتك، تقول والله العظيم يا شيخ أنني بريئة، وأني أقول لك في هذا الكلام أنني بريئة مما اتهمني فيه، ووالله أنني الآن مطلقة، وأنه قبل أن يطلقني جلس معي سنين يضربني، وأنه يأخذ راتبي بسبب ذلك، وعلى فكرة تتحسب. طيب بسبب إيش؟ بسبب أنه قال للزوج ترى زوجتك سحرتك وسحرت ابنك. شوفوا كيف. فأنا حبيت والله، آلمني، شفت لا آلمني هذا الموقف، فحبيت أقول لا تصدقون الجن، لا تصدق. أصلا الجن عندما يدخل جسمك ويتعامل مع هؤلاء السحرة تجد أنه يصدق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اعذرني يا أبو فيصل، أسأل الله أن يخلف عليك، أنا أعرف أنك من داعمي هذا البث، ويعني دائما تطلع معي، فسامحني.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. أخاكم في مقام اجتهاد، إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.